هاي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ من كام يوم البرلمان المكسيكي ناقش فكره وجود مومياوات لكائنات فضائيه، والعالم انقسم بقى ما بين الجدل والتريقه، وما يعرفوش يا عيني انه الناس دي رايحه كنا احنا راجعين. يا بيه في ناس في مصر زمان صدقت ان القيامه قامت، مش هتقوم، قامت خلاص. والله في يوم من الايام المصريين سنه 62 اتفاجئوا بان الارسال بيتقطع على مارشات عسكريه، وايها الساده جاءنا البيان التالي: القيامه قامت. والصدام المتوقع ما بين الكواكب ابتدى يحصل، والبحر الابيض دخل على البحر الاحمر، وان مراسلينا انتقلوا لبرج القاهره علشان يعاينوا ايه اللي بيحصل بالظبط. الناس يا عيني جات لهم حاله من الفزع، وخرجوا للشوارع يصرخوا ويعيطوا، والهرج والمرج اللي حصلوا دول خلوهم ما يميزوش ان ده صوت برنامج ابو لمعه، وان بقيه الكلام ان برج القاهره اخترق المجال الجوي، وفوق الغلاف الجوي لقينا صوره كبيره لفاتن حمامه. طبعا صناع البرنامج تخيلوا ان حكايه فاتن حمامه دي تبين بقى ان الحكايه هزار، لكن كان خلاص اللي حصل حصل. قعد الراديو يذيع في تنويهات ان يا جماعه مفيش حاجه من دي، ده كان هزار، ده كان برنامج ابو لمعه. بس فين وفين على ما الناس هديت وفهمت اللي حصل. بعد حاله الهرج والمرج الغير مسبوقه واللي تسببت في وفاه واحده وجوزها رفع قضيه على الاذاعه، اتحقق مع القائمين على البرنامج، والتحقيقات وصلت لعبد الناصر شخصيا. والشيء الوحيد اللي انقذهم من السجن ان هو بيقرا الكلام ده ضحك، بس صغر لهم وقال لهم تعملوهاش تاني. طبعا قالوا له بيه حرمنا، نعمل ايه وبتاع ايه؟ بس ازاي الكلام ده حصل؟ يعني المصريين وقتها كانوا شعب مثقف جدا، وكانت الناس بتتفرج على برامج ضيوفها تخض، فصدقوا الهلس ده ازاي؟ قبل ما نقول ازاي خليني اقول لكم ان القصه دي حصلت بشكل يكاد يكون متطابق في امريكا سنه 38. برضه برنامج اذاعي شهير علشان يحط شويه بهارات دخل الدخله بتاعه بريكنج نيوز: ايها الساده جاءنا البيان التالي في كائنات فضائيه. وعملوا ان في مراسل بيسال شهود العيان: يا جماعه شفتوا ايه؟ شفنا اجسام غريبه وانوار ايه ده بتقترب دي بتقترب علينا، واصوات انفجارات. Wait a minute, something's happening. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. موظفين الاستعلامات نفسهم ما كانوش عارفين يجاوبوهم بايه، لانهم اساسا شاكين ان ده حصل فعلا. وتاني يوم الجرايد نشرت ان في ملايين البشر سمعت البرنامج ده، وان الفزع وصل بالناس ان في ناس كتير نطت من البلكونات. هناك طبعا مفيش قصه الحبس دي، بس عملوا مؤتمر صحفي ولاموا فيه الراجل: يعني يا كابتن مش حرام عليك تخش علينا دخله البريكنج نيوز دي؟ قال لهم يا جماعه ما كنتش متخيل ان هي هتوصل لكده. بس بعد الحادثه بتاعت امريكا دي ابتدت تتعمل دراسات: هي الميديا قويه قوي كده؟ يعني اي حاجه تتذاع في راديو ولا تلفزيون تصدقوها على طول؟ وجت نتيجه الدراسات ان الميديا مؤثره وكل حاجه، بس لازم تكون في عوامل مساعده تهيئ الناس ان هي تصدق الكلام ده. او زي ما اتقال في فيلم البيضه والحجر كده، ان كل خايف بيبقى هايف، وان الانسان في ظل الايحاء ممكن ان هو يشوف بعينيه ويسمع بودانه حاجات ما حصلتش، ومفيش فرق بقى ما بين غبي وذكي او جاهل ومتعلم. ففي الحادثه بتاعت امريكا كانت بعد فتره بسيطه جدا من حاجه اسمها ازمه ميونخ. كان الاستاذ هتلر عامل عوق في المنطقه وعايز يضم اماكن، وفي تخوفات من قيام حرب عالميه. ففي كتير من الناس اللي سمعت البرنامج ما سمعتش الكلام من اوله، فجالهم الفزع ده مش علشان في كائنات فضائيه، هم تخيلوا ان الحرب قامت وان المانيا دخلت البلد. كمان خد عندك دي، الوقت ده كان الراديو ابتدى يسحب البساط من تحت رجلين الجرايد، فالجرايد هولت كتير من اللي حصل علشان يقولوا ان الراديو ده كائن شرير، وان هو خلاص هيقضي على الناس. واللي ياكد ده ان في حاله من البانيك والذعر حصلت محدش يقدر ينكرها، ولكن المستشفيات ما سجلتش اي حاله الناس رمت نفسها من البلكونات. بالنسبه لمصر، فقبل البرنامج ياده باسبوع كان في مجموعه من المنجمين على مستوى العالم بيقولوا ان القيامه هتقوم، زي ما لحد النهارده بيطلع كل شويه واحد يقولك ان نهايه العالم هتبقى في اليوم الفلاني. فبعدها الناس تسمع مارش عسكري والراديو بتاع الدوله بيقول ان القيامه قامت. طب ما هم معذورين يا جماعه. فلا الميديا قويه وجباره ولا الجمهور ساذج وعبيط، مهما صدق من حاجات غريبه ثق ان في عوامل وظروف هيئته لكده. وبالتالي من السذاجه ان احنا نعتقد مثلا ان رضوى الشربيني هي اللي نشرت الطلاق، او ان محمد رمضان هو اللي نشر البلطجه، او ان السوشيال ميديا هي اللي علمت الناس قله الادب. هم مش اكتر من عوامل مساعده ادوا الزقه الاخرانيه بس. بمناسبه الاخوه في المكسيك، يعني هو ايه سر ولع الناس بالكائنات الفضائيه؟ ليه كل شويه واحد يطلع يقولك انا شفت كائنات فضائيه؟ ليه بنعمل افلام طول الوقت عن الكائنات الفضائيه؟ اولا فكره الغموض وان في عالم احنا ما نعرفش عنه حاجه اكيد جذابه. ثانيا الاستاذ اللي قدم الفكره العظيمه دي في البرلمان هناك ده راجل عضو في جماعه اسمها اليوفو، منتشر على مستوى العالم، بيامنوا ان في كائنات فضائيه، وان المخابرات الامريكيه بتداري على وجودها، وان في اتصالات ما بين المخابرات والمش عارف ايه. والنظريات دي عاده بتنتشر في اوقات القلق والمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، والدنيا لبش في الكوكب كله، والناس محتاجه ان هي تتلهي وتتسلى. شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه ارائكم في الكومنتس. شكرا، باي باي.